لو محتارة تعملي أكل النهاردة، تعالي بقى ما أقولك على الوصفة اللي قلبت الدنيا كلها في بساطتها وجمالها وطعمها الكريمي يا جماعة وريحتها اللي جابت لآخر الدنيا. النهاردة هنعمل البسطة الطماطم مع الفيتا، مميزة جدا وده ميكس خطير جدا يا جماعة. ركزوا معايا في الفيديو علشان هقولكوا ازاي تطلعوه مظبوط جدا من أول مرة. هنعمله مع بعض بكل سهولة، بس الأول مش تنسوا اللايك والاشتراك والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بجهز بقى عندي هنا طماطم صغيرة، طماطم شيري موجودة عندك مفيش أي مشكلة، عندك طماطم كبيرة قطعيها مكعبات مفيش أي مشكلة خالص هتقف عندك. بجيب بقى عندي كمان شوية من فصوص الثوم وكمان فلفل أخضر بارد، وكمان عندي علبة جبنة عبور لاند الفيتا يا جماعة ما شاء الله 200 جرام معايا، وكيس مكرونة اسباجيتي. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه النهاردة. بوزع كده الخضار عندي في الجناب الصينية بالشكل ده، وبحط عندي علبة الجبنة معايا في النص. اللهم بارك، شايفين الجمال؟ اللهم بارك، ألوان الخضار روعة جدا، والفرن بتاعي سخن جدا يا جماعة، وكمان مولعة عندي الشواية. بحط بقى عندي كده على الخضار رشة كويسة كده من الملح ما شاء الله ادي. وبعد كده بحط عندي بقى التتبيلة الخطيرة معايا النهاردة ما شاء الله. بحط عندي معلقة كبيرة من الزعتر على الروزماري معايا، عندك ريحان فريش حطيه مفيش أي مشكلة خالص، شوية من الفلفل الأسمر معاكي. اللهم بارك. في الخطوة دي بقى حابة تزودي شوية من الشطة علشان تبقى سبايسي معاكي مفيش أي مشكلة خالص، بيبقى طعمها مميز جدا. وحطي بقى عندك بقى زيت زيتون، زيت بتاع الأكل العادي مفيش أي مشكلة خالص، حطيه معاكي بس حطي عندك نص كوباية من الزيت، ودخليها دلوقتي الفرن معايا. ادي حطيتها دلوقتي في الفرن، اسيبها لمدة ربع ساعة يا جماعة ما شاء الله بتطلع معايا ممتازة جدا. هنا بقى الحلة السخنة فيها مية بتغلي، حطيت فيها نص معلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة من مرقة الدجاج. بروح بقى منزلة عندي المكرونة الاسباجيتي بالشكل ده، اسيبها تتسلق معايا، وبعد ما اتسلقت بديها عندي رشة من الزيت علشان مش تلزق مع بعضها. اللهم بارك. هنا بقى بعد ما الخضار طلع معايا بالشكل ده والجبنة ساحت وادت معايا لون رهيب جدا، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده في الخضار اللي اتشوى معايا بالشكل ده. هجيب عندي الشوكة وهخلط عندي كل الخضار كده مع صوص الجبنة الخطير اللي معايا النهاردة. شايفين يا جماعة؟ والله بجد الخضار المشوي مفيد جدا، ويا ريت نستخدمه كتير في الأكلات، حاجة كده صحية وكلها فوايد، وحاجة والله طعمها بجد رهيب ما شاء الله. ادي اخلطها كويس جدا كده معايا بالشكل ده، وبعد كده احط عندي كمية المكرونة اللي انا سلقتها ما شاء الله ادي. وعلى فكرة يا جماعة انا من مية السلق المكرونة عاينة عندي كوباية كبيرة من مية السلق، وهقول لكم دلوقتي ليه. دلوقتي هضيف معايا كمية المكرونة دلوقتي معايا ادي، انا ضفتها دلوقتي كلها، وبعد كده حطيت عندي الكوباية الكبيرة يا جماعة ما شاء الله. ليه؟ بتخلي معاكي الصوص ممتاز جدا، وقلبها كويس جدا معايا. حابة بقى تحطي عندك شرائح بانيه مفيش أي مشكلة خالص، وكمان صدور فراخ متقطعة صغير ستريبس بتبقى طعمها مميز، زي ما هي كده تبقى روعة ما شاء الله. ولو حابة بقى تبقى هي سبايسي جدا حطي شطة مفيش أي مشكلة خالص. اللهم بارك. وتعالوا بقى بعد ما خلطت معايا أحلى بسطة الطماطم مع الفيتا خطيرة جدا، والله طعمها مميز جدا وروعة ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الروعة مع الخضار المشوي؟ فعلا ميكس الجبنة مع المكرونة رهيب جدا. والوصفة دي يا جماعة دي فعلا هي وصفة هي الترند معايا النهاردة، وهي وصفة إيطالية. يعني أتمنى أن حضراتكم تجربوها، ويا رب كل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة. شايفين حضراتكم الجمال؟ بعد كده بقى إيه؟ هعمل عندي الطبق همسحه كويس جدا من أي عندي بواقي أكل، وأدي بقى الشكل النهائي معايا النهاردة خطير جدا. أنا حبيت أن أنا أوريه لكم بالشكل ده، أتمنى حضراتكم تجربوه. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.